السلام عليكم. اليوم تعالوا نسوي وياكم الكب كيك. هنا أنا عندي 5 خواشيك تقريبا طحين صفر طبعا مع تعدد الاستعمالات. هاي 5 خواشيك تقريبا. وهنا عندي طبعا هيل، كيفك انتي شو تحطين طعم. هنا عندي صودة، وهذا قهوة سريعة الذوبان، وهذا كاكاو خاشوقة أيضا، وهذا عندي نشا خاشوقة، وهذا نص قلاص شكر. نخبطهن، هذني المكونات الجافة، نخبطهن زين. هنا ننطق عليها بيضة واحدة طبعا كافي، هي بيضة واحدة. هنا الزيت تقريبا نص قلاص زيت، هذا حليب كيف خاطر، لو حليب هم يصير. وهنا نخبطها، نجي نخبطها خبطة زينة وما يبقى بيه تكلسات هيك، يعني شوفي هيك يصير قوامها ثخين شوية يعني مثل الكيك، وشوية بعد تكون سائلة أكثر. هنا عندي كوابة مال قهوة أو شاي، هيجي صغار تكون حجمها. من هاي الورقية طبعا أنا راح أسوي بيهن، أستعملهن. راح أترسهن طبعا، ما أترسهن حيل للنص، نسويهن بالنص حتى من ينفخ ما ينكب هيك وهيك هيك. هاي الطريقة طبعا طعمها كان كلش خرافي. هنا أنا حطيت صينية الأوفن، دخلتهم بالأوفن هذا الشكل. شوفوا شوية صعد طبعا عليه شوية. هنا رحنا للمحلات نجيب الفوق، يعني فوق الكيك عشان نحط، يعني فوق الكب كيك. طبعا كانت الكهرباء طافية. هنا اشترينا المعكرونة، سوقنا يعني، واشترينا كبوسة اللي هم اندومي، كاكاو على مود الكب كيك نحط عليه. اشترينا تمر هندي، وهذا دجاج أفخاذ قلنا نسويها باكر للغدا. واشترينا هالابينو حارة جدا يحبونها بالبيت، كلش طيبة نوعيتها. هنا سوينا الكب كيك طلع بهالصورة، كلش طيبة طبعا، جربوها ما تخسرون، كلش طيبة طبعا. طبعا أنا زينته بهذا كاكاو ولقوم. هاي شوفت شلون طلعته من الكاغد ماله، شوفوا شلون، شوفوا تطلع مرتبة، كلش مرتبة. طبعا كان حيل مطار ورعيد، همينه الجو كلش خرافي وحلو، لا هو بارد ولا هو حار. لايك واشتراك ومع السلامة.